صباح الخير. النهاردة ان شاء الله هعمل البطاطس الويدجز، ودي بجد من اجمل واسهل وصفات البطاطس اللي ممكن تجربوها. فلو انتم من عشاق البطاطس لازم تجربوا الطريقة دي. هعمل النسخة المقلية منها، وكمان هعمل صوص الرانش. مش هقول لكم انه زي المطاعم واحلى، صدقوني وعلى ضمانتي ده احلى مليون مرة واظبط مليون مرة من المطاعم. فلو دي اول مرة تشوفوني، انا سلمى، اشترك في القناة ولايك للفيديو ويلا بسم الله. اولا ده الحجم المناسب للبطاطس، بتكون قد قبضة ايديكم، ممكن اصغر شوية او اكبر شوية. تاني حاجة البطاطس بتتعمل بالقشرة بتاعتها، عايزين تقشروها ده يرجع لكم، انا هخليها بالقشرة واكيد لازم تغسلوها كويس. بعدين هنقطعها ويدجز بالطريقة دي، ممكن تعمل معاكوا عدد اكبر على حسب حجم البطاطساية. بعد كده في مية تكون بتغلي على نار تكون هادية، هحط تقريبا معلقة صغيرة من الملح، هنزل البطاطس وخليها تستوي لمدة 10 دقايق بالظبط. مش عاوزين نسلق البطاطس على الاخر، وهوريكم السوى المظبوط. بعد حوالي 7 دقايق حاولت ان انا ادخل الشوكة فيها، كان صعب شوية، فهسيبها كمان 3 دقايق لحد ما اقدر ادخل الشوكة بسهولة واقدر اشيل البطاطساية من غير ما تتهري او تقع مني. وهو ده السوى اللي احنا عاوزينه. هنطلعها من المية، هرصهم جنب بعض على مناديل وهدخلها الفريزر عما نجهز باقي المكونات. عشان احضر التغطية اللي هنقلي بيها البطاطس هحتاج معلقة صغيرة مليانة من الثوم الباودر، وزيها بابريكا، انا استخدمت البابريكا المدخنة، وكمان ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة من الملح. وطبعا لازم زعتر اوريجانو، هيديها طعم مش طبيعي. ممكن اي ميكس اعشاب عندكم، ايطالية او غيرها. وطبعا هنحتاج كوباية مية، مش شرط نستخدمها كلها، هنشوف دلوقتي القوام المظبوط. اخر حاجة كوباية من الدقيق. في طبق عميق هزود الدقيق وعليه كل البهارات اللي قلتها، ونزود المية بالتدريج. ومهمة جدا الخطوة دي، في الأول هنوصل الدقيق إنه يبقى شبه خليط الكيك وتقيل، وبعدين نزوده مية حبة حبة لحد ما نوصل للقوام اللي هتشوفوه ده. كده بقى جاهز، هحطه على جنب ونجهز صوص الرانش. هحتاج معلقة صغيرة من البقدونس المجفف، وكمان معلقة صغيرة زعتر اوريجانو، كمان نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومهم جدا معلقة صغيرة من البصل الباودر والثوم الباودر، يعني معلقة صغيرة من كل حاجة فيهم. واكيد هنحتاج تلت كوباية من المايونيز، وقدها تلت كوباية زبادي. هنحط الزبادي والمايونيز مع بعض وعليهم كل البهارات اللي انا قلتها، واقلبهم سوا كويس، وبعدين نشوف القوام. وكل البهارات دي مهمة جدا جدا لنجاح صوص الرانش وعشان توصلوا للطعم المظبوط. لو احتاج نزود معلقتين كبار حليب، ونقلب مرة تانية لحد ما نوصل للقوام الكريمي ده. هندوق لو محتاج ملح زيادة او حتى خل، انا زودت لها معلقة كبيرة من الخل، وفرق كتير جدا في الطعم. ملاحظة مهمة جدا، صوص الرانش محتاج على الأقل ربع ساعة قبل الأكل، عشان الأعشاب اللي احنا ضفناها تطلع نكهتها وكل حاجة تاخد وتدي مع بعض كويس. ممكن تعملوا كمية أكبر وتحتفظوا بيها في التلاجة لحد أسبوع. خرجت البطاطس من الفريزر، ودلوقتي هبدأ انزلها في الخليط اللي احنا عملناه. جنبي الزيت سخن، بس النار تكون متوسطة مش عالية، يعني هسخن الزيت الاول كويس جدا، وبعدين اهدي النار لمتوسطة قبل ما انزل البطاطس. هغطس البطاطس في الخليط وانزل اي زيادات منها، وابدأ ان انا اقليها. وضروري ما تحركوهاش خالص اول دقيقتين لحد ما التغطية تبدأ تنشف وتمسك عليها. ومهم جدا تطلعوها على شبكة، بلاش مناديل خالص عشان تفضل مقرمشة أطول فترة ممكنة، وتطلعوها لما توصل للون الذهبي الرائع ده. وبس كده عملنا أجمد بطاطس ويدجز ممكن تاكلوها. طعمها يجنن، لونها ذهبي رهيب، والأهم قرمشتها الخطيرة، بجد في منتهى اللذاذة والجمال، مش هتبطلوا تعملوها. وكمان صوص الرانش طالع بيرفكت ومظبوط على الآخر. لو جربتوه بره كتير أو حتى حاولتوا تعملوه في البيت معرفتوش توصلوا لنفس الطعم، جربوا الطريقة دي، صدقوني مش هتشتروه من بره أبدا. وينفع مع أي نوع بطاطس، مع البيتزا، مع الفرايد تشيكن، مع حاجات كتيرة جدا، وطالع بجد رهيب يا جماعة. لازم لازم تجربوه. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لانه بجد بيفرق جدا،
وضروري تجربوا الويدجز يا جماعة عشان تشوفوا القرمشة بنفسكم. وبس كده، واشوفكم على خير ان شاء الله.